سلام حبايبي، واش حوالكم؟ لاباس عليكم؟ جيناكم اليوم وصفه سهله ماهله تتحضر في رمشه عين، ما تفوتوهاش. تحليه بارده منعشه بذوق الكراميل، وصفه رمضانيه بامتياز. وما نحكي لكمش على البنه، تهبل وزيد تخرج ما شاء الله، يعني تقطع الكميه. هيا ما عليكم غير تروحوا تجربوها الحباب وتتبعوا الفيديو للدقيقه الاخرى بتديو الافكار لي زاستيس كامل. وما تنساوش تدعمونا بالجيم والكومنتار الحلوين تاعكم، واذا كنتوا اول مره تزوروا قناه اشتركوا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصفة اليوم رائعة بامتياز، رمضانية إن شاء الله يا رب يدخل علينا بالصحة والهنا. تنفعكم، سهلة. هي تحلية الكراميل، فلون كراميل. به أنا درت الاقتصاد، قولوا نشري زوز من هادم، درت واحدة فلون كراميل وجبت هذيك اللي فيها الكراميل به نديرو بها التزيين. ديريكتومون نعطيكم طريقة تحضير الوصفة الناجحة بإذن الله والبنينة. بناتي ولا متابعي الكرام، نحط في الطاس هذا تجي، نحط الكيس كامل هذا، نزيدو واحدة فلان خلاف. هذاك الكراميل نخلوه تزيين، نديرو التزيين تاعي وان شاء الله في الاخير تشوفوه الطريقة تاعو كيف ما. وري لهم الكاس ماري، شوف الكاس ناقص صباع زيت. بنيتي الكراميل يشتي الملح، حطيت رشة الملح، نزيدو كاس حليب نفس القياس. الكاس هذا تاع 220 مليلتر كما تلاحظوا. نقعد نخلطها حتى تولي عاقدة. بعد شوفوا ما داب الفلان، ندير كاس نفس الكيل سكر أرطب ونزيد نخلط، نهبط كل الكمية. نحيت كاس، شوفوا كيفاه روعة كأنه كريمة، به نزينو به نشربوا به القاطوة تاعنا ولا التحلية. درك اللي يبقى هنا في الطاس هذا تجي نحط 3 بيض. لهنا كملت حاطه 3 بيضات. وحنزيدو كميه من الفاني، زيد تعطيها ريحه تبل مع ريحه الكراميل روعه. انا جيت نخدم مع ماما معليش كملي ماريا. ونزيدو ملعقه خل، ملعقه كبيره. دوك نخلطوا كلش مليح حتى يتضاعف الحجم، لان ما حبيناش نحيو نحطوا فيه كاسك وكلش، به كلشي نسهلوا الامور. به نهزوا كلش كلش وما نضيعوش الكريمه هذيك الاولى، المكونات. شوفوا كيف الخليط متجانس. ولي نهبطوا هكا تسهل لنا ماريا بنتي، باه نهبطوا المكونات الكل. نحطوا الفرينه ما نديروهاش في الطاس، بعد تعجن لنا القاطوه تاعنا. لازم نخلطوها باليد احسن. دوك تكمل تفرخهم كل كميه، ما نخليو حد شيء. ودوك واش نزيدو ملعقه نشا مايزينا، بزيت واش تعطيها ماما خير خفه. تجي خفيفه وتجي هشه. والكاس وبنفس الكاس اللي كاين كاس فرينه. احكمي هكا بس نحكملها. وواحده خميره من حلويات مولفه القطوه اللي نديروها بالشوكولا وكلش. الوصفه هذه مجربه، جربتها لقيتها هايله، كنا نفيدكم بها وتخدموها وعينيكم غامضين. سهله مال. وزيد واحد فيها البنه تاع الكراميل روعه، ريحتها تهبل. نخلطوا البنات، نخلطوا هكا، ما نقعدوش نخلطوا ياسر هكا بس يعني بسرعه، باه ما تعجن لكمش. خلطوا بركه هكا حتى تدخل الفرينه. ندهن البلا ديريكت للفور. دوك انا نروح ندهن البلا بالزبده ونرشو بالفرينه ونجيو نفرغوها مع بعض. شوفوا بناتي الخليط كي درته في الطاس تجي وخلطته ضعف عكس اللي كنت نديرو باليد كيما نقولوا. زدت درك لاحظت الخليط سائل، زدت له تقريبا مغرفه فرينه، على خاطر شوفوا بناتي كيفاه سائل. هذا مفيد كم الفرينه. حطوا كل وحده والنوعيه تاعها، كاينه اللي تشرب وكاينه ما تشربش. بارك الله فيك بنتي. شوفوا بناتي تحصلوا على
بالسيف كي تحطي فوق منها بالسيف لا ما تبان الخطوط اللي نحطوها فوق من الخليط كما نقولوا، ما تهبطش ديريكت. هذه دوك نفرغ الصينيه مدهونه بالزبده وما تشرب. هذا نتاع ماريا بحذانا بعد اللي نخدم بهم. شوفوا بناتي كيفاه تحصلوا على الخليط باه تنجح لكم. الغرض تاعنا باه من اول مره تنجح لكم. ودخلنا الدجاج كل شيء تسخن على 180 درجه. وصفه هايله رمضان ان شاء الله. ان شاء الله. شوفوا بناتي كيفاه نبقاو نديروا كيما موالفين البلاصه اللي ماشي طالعه قد نحاول نحط لها السائل من طون ولا نديرها عكس يخرج الهواء. هذه دوك ندخلوها الطيب من بعد كده نكملوا مع بعضنا ان شاء الله. شوفوا حبابي هاي طابت وحمرناها من الفوق محلاها. شوفوا كيفها طلعت. درك نتقبوها فرشيطه ولا بموس نتقبها كامله ونشربها بالكاسه الحليب. درك تقبتها كامله نشرب بشويه حليب. بصح بناتي لازم الكيكه تكون دافيه لا سخونه لا بارده خلاص بتقدر تمتص وتشرب. دوك نفرغ الكاس بشويه برك ما نحطوش دفعه واحده وفي البلايص الكل. شوفوا خليها تشرب ودوك نديكوريوها. شوفوا هاي شربت مليح. شوفوا الكيكه هذه مش يعني غير صحيه فيها معمر لي فيتامين كيما الكالسيوم فيها حوايج ياسر. دروك الحديد والمغزل نديكوري وفي نفس الوقت نحكيو مع بعض. انا نهضر لكم كيما قلت لكم معمره لي فيتامين الكالسيوم الحليب حاجه صحيه وماهيش حلوه ياسر. ولهذوك نفرغ الكاس هذاك اللي خليناه من الخليط الاول نفرغها كومبلي بعد ما شربت كامل. زيد واش فيها لي فيتامين الكل. والله بنتي واش راح نقول لك بصح هي صحيه مش حلوه خلاص وتقطع كميه لاباس بها تكفي حتى يومين 3 ايام العب. وزيد كي تحطوها في الثلاجه تبرد تجي منعشه روعه تبرد على القلب في السهره تاع رمضان لحيانا ربي يعني. وزيد الريحه تاعها الكو هايل. دوك انا نريقل من هنا. شوفوا هنا قديتها كامل. وهذا الكراميل اللي كان مع الكيس تاع الفلان حطيته في الثلاجه باه يشد روحه. ودوك نديكوري به خطوط ونديرو التزيين كيما تاع الملفاي. شفتوا الوصفه مسهلها وزيد المقادير ما فيهاش ياسر بسيطه يعني تخدموها في رمشه عين. وزيد ناكد لكم على البنه. شوفوا لهنا بالكيردو نطلعوه ونهبطوا تزيين بسيط فقط اختياري كما تحبوا. دوك نحطها نكملها في الثلاجه نحطها تبرد مليح وتشد روحها بعد كي تشوفوها في ساعه التقديم ان شاء الله. ورانا وصلنا للافه تاع الفيديو. ان شاء الله كنا انا وميمي خفيف وظراف عليكم. شوفوا محلاها تهبلت خليتها بردت. ونحنا وريت لكم درت المحنشه كعبات برك وحبات البراج ماما دارتها. البراج تاعها تاع ماما دوب في الفم يسلموا يديها يا رب يعطيها صحتها ان شاء الله يا رب. شوفوا دوك نقطه معاكم الكاطو اي خفيفه وما تشبعش. كنت تبقى تاكل وتنسى روحك والله تكمل السنيك كامل. يعني نتمنى تجربوها وراني في انتظار تطبيق من الوصفه يعني سهله يعني ما كاين ابسط من هاتي. هيا حبوباتي نستنى في تطبيق الوصفه بعتولي لي فوتو في لاباج تاعي الفيسبوك اسمها قناه يوميات امل. وما تنساوش الجيم حباب ولي كومونتير الحلوين. ودوك نروحوا جوله في محل الاواني.